شكل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني والقضائي محور مباحثات أجراها وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم بالرباط مع نظيرته البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب. إيمان سلاوي وعبد الرحيم فيلول. المباحثات همت بالأساس تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي ما بين المملكة المغربية والبرتغال وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب فضلا عن استكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف مجالات العدالة بما في ذلك مجالات التعاون المدني والجنائي وتدبير القضايا ذات الطابع العابر للحدود وتعزيز آلية المساعدة القضائية المتبادلة. تنسيق على جميع المستويات ونتائج جد إيجابية، لأنه هيئ تصورا حول العمل المشترك بالنسبة لتأهيل كأس العالم، وخاصة بأن المغرب وإسبانيا والبرتغال ستحتضن هذا الحدث الدولي ونريده أن يكون ناجحا بكل المقاييس. التعاون بين البرتغال والمغرب في المجال القضائي يشكل نموذجا متميزا للشراكة البناءة القائمة على الثقة وتبادل الخبرات لتعزيز التنسيق وتكثيف التشاور بين المؤسسات القضائية لدعم الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات القانونية الراهنة ومحاربة الجريمة المنظمة. وخلال اللقاء تم التأكيد على تفعيل آليات التعاون القائمة وتعزيز التنسيق المؤسساتي إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة جديدة تشمل تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين والخبراء وتبادل الزيارة والتجارب وإعداد برامج عمل مشتركة وتطوير قنوات التواصل المباشر ما بين المؤسسات القضائية بين البلدين.